عزيزي المشاهد مساء الخير. طبعا الفترة الأخيرة كلنا شفنا الأشطوطة المدلعة المسخسخة، لكن السؤال الجوهري هنا، هل شفت المدشملة؟ وده بجد مش ترول، أكيد ما شفتش. تعالوا نشوف. حاج بالراحة عليك أعصابك، أنت بس ليه بتخبط في العجينة؟ هي سرقت منك حاجة طيب؟ أو أخدت شوية دقيق زيادة عن العجينة ولا إيه؟ بس ما تفهمنا في مالك يا حاج. أنا قلت لك في أول فيديو إن دي المدشملة، أنت ما صدقتنيش يا ريس. طب اجيب لك عصايه تكمل عليها ضرب؟ طب سقطت في الفرن مثلا فانت بتحاول تعاقبها ولا ايه؟ طب ما انت فهمنا يا حاج، مالك بس في ايه؟ الحمد لله الحمد لله، وقف ضرب اهو وبدا يفردها سلنسي سلنسي كده. تعالوا نشوف. خلص مرحله الضرب والدشمله، دخل في مرحله التقطيع. تقريبا دي دوره حياتي، اللي هو بتتضرب بعد كده بتتفرم بعد كده انت بتدفن في حاجه. لا ده بيوزن، سوري، لا ده دخل في مرحلة الميزان اللي هو بيوزن. شكلها كده خلصت، يعني شكل المدشملة خلصت خلاص. تقريبا بيحط شوية حمص، أنا مش عارف، هو تقريبا الحمص دخل في كل الأكلات الآسيوية أو الهندية، يعني مش عارف، تقريبا ده فطير دخل معاه الحمص. واضح إن المدشملة بيدلعها، تبقى المدشملة المدلعة مثلا. طلعت وجبة حادقة مش حلوة، يعني الفطير أنا كنت فاكره يبقى حلو، لكن طلعت وجبة حادقة بالبيضة المسلوقة. فزي ما احنا شفنا أصدقاء المشاهدين إن دي المدشملة مع بيضة وشوية حمص. أتمنى إنها تكون عجبتكم، وأتمنى إنها توصل مصر قريب.